كشف نجم منتخب المغرب لكرة القدم عبد الصمد الزلزولي عن محاولته إقناع موهبة نادي برشلونة الإسباني لامين يامال باللعب للمغرب بعد الارتداء قميص منتخب إسبانيا، وذلك خلال فترة الإعداد للموسم الحالي دون أن ينجح في ذلك. كما تطرق إلى دوره في إقناع نجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز بتمثيل منتخب بلده الأصلي. وقال عبد الصمد الزلزولي في حوار مع صحيفة الآيس الإسبانية السبت إنه تحدث إلى لامين يامال من أجل ارتداء قميص منتخب أسود الأطلس بدل اللعب لمنتخب لاروخا، إلا أنه لم يقتنع بذلك. وأضاف الزلزولي حول موقف إبراهيم دياز من تمثيل المغرب: طلبت منه الانضمام إلى منتخب أسود الأطلس حين واجه نادي ريال بيتيس ضيفه نادي ريال مدريد في إشبيلية، وعبر لي عن تفكيره جديا في الأمر، وأظن أنه اتخذ القرار الأفضل بالنسبة إليه. إنه لاعب موهوب وبإمكان نجم ريال مدريد الإسباني تقديم